من زمان باغي اسوي هذه كبسة 65. المهم بعلمكم اياها بس هالطريقة. دقاق بدون ريش، قوطيين روب، ميم كاف بهارات مشكلة، ميم كاف كاري، رشة زنجبيل، 4 فصوص ثوم، فلفل يشعوط، ملون احمر، ملح وردي، وخلطنج والى الثلاجة. زيت زيتون الواري، واستعملت عيش الوزير، هذا سر الحبة النثرية اللي دايما تسألون عنها. بهارات مشكلة، هيل، ملح وردي من الوالي، ملون برتقالي، وخلطنج واتر. كوبين ماي لكل كوب عيش. ربع ساعة وانت والخير رباعة. سمن مال بقر. قليت الدقاق في زيت حامي على نار وسط، وبعد كمين دقيقة جلست اقلبه لين ما نضج وعطانا هذا اللون الاحمر الجميل. الخلطة الباقية لا ترموها، بنستفيد منها. بصل بنفسجي، فلفل بارد، ويوم تسمعوا الريحة حطوا الخلطة. نزيدوا ماي ونقلبه ونطبخه شوية ونحط عليه قطع الدقاق. صحن ازرق ما شاء الله طعمه فنان وياكلوه بالفم.